أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you Allah. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصيب في معركة الخندق، رماه بعض المشركين بسهم فأصاب أكحله، العرق الذي في قفا القدم، فجعل ينزف ويعالج وينزف حتى توفي في الليل رضي الله تعالى عنه. فأقبل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد، قال يا محمد، من هذا؟ من هذا؟ من أصحابك الذي مات، من أصحابك الذي مات. فاهتز لموته عرش الرحمن، عرش الرحمن. من هذا من أصحابك الذي مات؟ فاهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وإذا سعد بن معاذ هو الذي مات. فأقبل صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه ونظر إليه وقد مات. وإذا أم سعد تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد بن معاذ، يعني يستحق أن يبكى على مثله. ثم حملوه إلى قبره رضي الله عنه. فلما دفن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضم القبر سعدا ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. القبر له ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. إيه يا نفس، كلنا سنرحل. تفضحني عيناي عند ذكر الرحيل بعد 5 سنوات. ماذا لو كان بعد 2 أو ربما الآن؟ تطوقني صور العابرين حينها، وأسأل نفسي: ما قربانك؟ مات من عاش 7 سنوات في الإسلام فاهتز له عرش الرحمن. من سيهتز لموتك يا نفسي؟ فقيرة أنت، منغمسة في دنيا اللذائذ، حتى ما كادت الليالي تنسيك ذكر هادم اللذات، إلا حين تصبحين وفي موطنك رائحة الموت، وتفجعين بالرحيل. حينها يا نفس تعودين لتعضي أصابع الندم وتسألين: ما بالي فرطت في جنب الله؟ وحقيقة الحياة البرزخية رأيتها في أحباب الراحلين. تمهلي، فما زال في العمر ما كتب لك. شد مئزرك وامضي في جهاد مع الدنيا الفاتنة، وعسى الله أن يحيي بك الأمم. يا الله، هبني من الإيمان ما يجعلني أقدم لفردوسك الثمن الذي تستحق، وهبني من الصلاح ما يختم لي بسجدة لا أرفع منها أبدا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح. رحم الله فلان كان وكان لن تذكر إلا الأعمال.